يصيبنا الا ما كتب الله لنا والحمد لله يا رب. بعد كامل واش دوزت تعلمت اول حاجه ما تخلوش اون سيتوياسيون ديفينير كي فوزيت، يعني مش موقف يحطكم هكا في اطار انت هكا ولا انت هكا. ثاني حاجه تعلمتها، هاد الحاجه اللي حنقولها لكم مع اليقين، باسكو هاد الخطرات تيقنت انه ولا مره نندم على قرار ديتو يوما ما ولا في مرحله ما في حياتي. يعني هذاك هو القرار اللي كان يلزم هذوك الظروف اللي كنت نعيش فيهم. سبحان الله هافيك لو طون مع الوقت عم يجوزوا الايام يجوز الزمان تقولي على بيها صالي هكا وهكا وهكا، ربي يوضح لي الامور احسن ولا ربي يقول لي باللي كاين ما خير. ثالث حاجه كاين واحد الايه ديما حطيتها هنا بين عينيا، وهذه اللي تخليني توجور لو سوغ بامبورط لا سيتوياسيون اللي نمر بها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. جباره هذه الايه، سبحان الله. ربي يقول لنا انا مانيش مكلفك بحاجه ما تقدر لهاش، يعني وكانه طفل صغير هكا ويسي يمشي ويطيح بصح انت تخليه بس كعبالك باللي في هذه الخطوات هذو ما راح يخطيهم او رايح يمشي وحيدير سي بروميير با. ربي كيف عافاكم هاد الحاجه هذه ريح واحد الراحه واحد الطمانينه واحد الحنيه واحد الرحمه من عند ربي سبحان الله. ربي يقول لك يا عبدي انا على بالي واش راك جاي، على بالي على واش راك تمر، ربما يتوجع فيك دوكا حاول جايك افضل، اسمك راح تفهم وحدك، اسمع اصبر. هاد الحاجه تخليني نسلم امري لربي سبحانه، على بالي بلي هو رحيم وكريم وعوض كبير. الحمد لله يا رب. حبيت نقول لكم غاردي اسبوار وعلى ربي. اللهم إني وكلتك أمري كله، فيا رب اكتب لي الخير أينما كان وارضني به.